بداية الإعداد لتنظيم بطولة خليجي 26 بكل أمانة وجدنا شعار مهم وهو المستقبل الخليجي. والمقصود في هذا الشعار له دلالات كثيرة، أن الإنجازات اللي تحققت في دولنا دول الخليج العربي بكل أمانة تواكب طموحات شعوبنا. فهذه من خلال القيادة الحكيمة لقادتنا ورؤاهم الثاقبة حفظهم الله ورعاهم، انعكست هذه الإنجازات على شعوبنا، خاصة أن شعوبنا طموحهم جدا عالي ومجتمعاتنا فتية. فلا بد أن نواكب بتنظيم أي بطولة تكون بهذا المستوى، بهذه يعني الرؤية الثاقبة. كان هناك إعداد جيد، توحيد للجهود لكافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والمجتمع المدني. اليوم احنا موجودين في نتاج عمل القطاع الخاص وتقديرهم لهذه الأعمال اللي قدمت، ويعني تقديم نموذج للضيافة المتميز بالفندق وأمور كثيرة بكل أمانة. والمجتمع المدني اليوم متمثل في الأعمال التطوعية والمتطوعين. اليوم قدموا نموذج لتنظيم دورة رياضية فيها عدد كبير من الجماهير، فيها حضور غفير لكل أمانة من كل شعوبنا الخليجية. هذا المسؤولية الكبيرة اللي تحلوا فيها المتطوعين، هذا دليل على حبهم وولائهم وانتمائهم لدولة الكويت، فانعكست بكل أمانة بأثرها الإيجابي لجميع من حضر هذه المباريات.